اعزائي المستمعين، صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي هتفتحوا فيه حضراتكم الفيديو. زي ما تعودنا مع بعض بيتعرف على المكان اللي هنتكلم عنه. احنا النهارده غرب الاقصر. هتكون النهارده فقرتنا خفيفه ومش هنطول على حضراتكم فيها. هشرح مع حضراتكم تمثالي ممنون. تمثالي ممنون كانوا بيزينوا صرح معبد هابو من الاسره 19 للملك امنحتب الثالث. التمثالين مصنوعين من الحجر الرملي، واللي قام على انشائهم المهندس امنحتب ابن حابو مهندس معبد الاقصر. التمثالين كان احجارهم مختاره من جبل السلسله، ومكان التمثالين الاساسي امام مدخل مدينه هابو. التمثالين دول تعرضوا لضرر شديد جدا، وده بسبب الزلزال اللي حصل في العصور المتاخره، واللي كان بسبب الرطوبه كانت بتعمل التمثالين دول مع اشراقه الشمس كانوا بيطلعوا صوت بيشبه صوت البكاء والنحيب. وعشان كده ربط الاغريق ما بينه وبين البطل الاسطوري ممنون، واللي كان ابن الالهه اورورا ربة الفجر عندهم. والاله ده زي ما حضراتكم عارفين اتقتل اثناء معاركه مع اخيليوس، واللي اعتبرت الالهه اورورا وهي والدته انها كانت بتنتحب عليه كل صباح مع اشراقه الشمس. وطبعا كان الصوت بيجي من جسد التمثال نتيجه حركه الهواء مع قطرات الندى في الصباح الباكر. فكان مثلا في وقت الصيف بيطلع الصوت بتاعه في حوالي الساعه 5:45 دقيقه. اما في فصل الشتاء حضراتكم فكان الصوت بيطلع في حوالي الساعه 7:10 صباحا. والتمثال ده حضراتكم في عهد الملك سبتيموس سيبيريوس البطل الروماني، واللي حاول يعمل ترميم للتمثال عشان يحافظ عليه، لكن الترميم ده ادى لصمت التمثال تماما، ما عادش بيطلع الصوت اللي كان بيطلعه كل صباح. التمثال حضراتكم بيحتوي على 150 نقش مختلف من مختلف لغات العالم، اليونانيه، الفينيقيه، اللاتينيه وغيرها من لغات لمختلف الزوار اللي كانوا بيزوروا التمثال ده. وللعلم طبعا وخلال الفتره اللي فاتت عثر على مجموعه تماثيل خلف التمثالين دول، وطبعا ما زالت الحفائر شغاله واللي بتعمل على قلم وساق لاخراج الاثار المدفونه تحت الارض